إيلين، شايفين إيلين نفس السرير. إيلين حبت طقم اليوم مع السرير. يلا كادورابل. أخذت لها الشاور وغيرنا لها. نعمل والله طب خذي لك غفوة، إيش رأيك؟ لا بلعب. أخذت لها الشاور كذا وقصيت أظافرها لأنها طالت، وإيش كمان حفرت في التربة، قاعدة تزرع إيش اسمه، قاعدة تزرع وردة. ما حيبين من هنا لولي، ما حيبين. وغيرت لها لحاف السرير. إيش رأيكم فيه؟ كيوت. ها يعني زرعنا طماطم وبطاطس. ايوه مرة طلعوا شكله بشهي. من جد. بس البطاطس هو بطاطا حلوة. ايه بطاطا حلوة. اختي. نعم يا اختي. هل جهزتي يا اختي؟ نعم يا اختي. اشوفك. هلي عني يا اختي. البسي يا اختي، خلصينا يا اختي. انا روشتي لين وقعدت انظف المطبخ والصحون وانت قاعدة تلعبين يا اختي. انا اسفة يا اختي، ولكنني اردت ان اجرب الVR. انها ممتعة حقا. حقا. وتغسيل الصحون هو امتع يا حبيبتي. صرت جاهزة يا جماعة. هذا هو اوتفيت اليوم، احس لوك رمضاني. انا خلاص من الحين بديت البس الاشياء الرمضانية. عندي هذا الطاقم، هو عبارة عن فستان وعليه كذا زي العباية، مرة حلو وبارد مريح، مرة حلو. احسه كذا للمشي الكثير، يعني مناسب للطلعة. تعطر. عطر الشعر. بخرت شعري بهذه وطلع لي سنابة قبل سنة، تخيلوا جبتها ما شاء الله والله صامدة، بس الحين يبغى لها شحن، بس ما توقعت انها تصمد معي. بالعادة هذول يخربوا بسرعة. هذه واحدة من شنطي المفضلة صراحة، اموت فيها. راح اخذ شنطة الميك اب لانه الشنطة نفسها كتكوتة، فحطيت فيها بس الروج وراح احط فيها بلاشر ومراية. هذا المراية وهذا البلاشر وديتول وكمان مناديل جافة. بس كذا. بالعادة أمشي أنا وعلبة المكياج وشنطة كذا صغيرة. في النهاية ترى ما استخدم إلا الروج والبلاشر بس، يعني ما أدري ليش أخذ المكياج كله.